الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. الآن خطيرة، احتفظ بالكرة في مكان لا يجب أن يحتفظ فيه بالكرة. هنا يجب أن يسدد، أن يضرب، أن يخلص، يسيطر على الكرة، يجرب حبة بالتسديد، حاول واقترب من هز الشباك. هنا الكرة ملعوبة من مسافة، تدخل رائع، كان عليه أن يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم، تسلل موجود. يستعيدها بسرعة، تسديدة من أول لمسة، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعال، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، موجود لإبعاد الكرة، لعبة من بعيد، ما زالت النتيجة سلبية. يعود بالكرة وسط الملعب، يلعب كرة بينية، والآن فرصة للتحول الهجوم، فاتت ومرة تصويبة على المرمى. وصلنا لنهاية الشوط الأول تقريبا، ما زال التعادل السلبي يخيم على الأجواء. راحت الكرة التسديد الآن، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. القوة الجوية وركنية أولى في اللقاء، يلعبون ركنية قصيرة، كرة خطيرة على المرمى، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. الركنية الثانية في المباراة، ركنية قصيرة، بإمكانه إبعاد الكرة، يلعبها ببراعة، وانتهى الشوط الأول. تعادل سلبي في شوط المباراة الأول. الأهداف هي لغة كرة القدم، بالتأكيد ننتظر الهدف الأول في هذه المواجهة أنه لا يتأخر كثيرا في شوط المباراة الثاني. الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن، يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. خطيرة هذه الكرة، والكرة تعانق الشباك. الله على هذا الجنون، على هذا الجمال، الله ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة، نهاية أجمل ما يكون. After 51 minutes is number 7.
القوة الجوية يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. نشوف الآن تحول هجومي سريع، ممتاز في التمرير، يستقبل كرة في وضعية ممتازة، رأسية جاهزة، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. ركنية هي الثالثة اليوم. يلعبون ركنية قصيرة، يلعب كرة رأسية، مستحيل هذه الكرة، مستحيل هذه الفرحة. هذا هو الهدف ولا بلاش يا جماعة؟ هذه قيمة إمكانياته دائما، تميزه في الكرات الثابتة. ضربة رأسية رائعة، مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. هدفين مقابل لا شيء، تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. كرة إلى الأمام، لمسة بينية، تغيير الملعب ناحية اليمين، حاول أنه يجرب حظه إلى خارج المرمى. القوة الجوية قادرين على خلق المشاكل من خلال المرتدات السريعة كهذه، وأكيد أنه أمر مبهر جدا أن ترى فريق يتحول من الدفاع للهجوم بهذه السرعة الكبيرة. يتدخل ويقطع الكرة، بينية رائعة، أي فرصة الآن، خطيرة الكرة، أي فرصة ضاعت هنا، كان ممكن أن ينهي المباراة هنا لو تمكن من تسجيل هذه الفرصة وعزز تقدم فريقه بفارق 3 أهداف. هذه رمية تماس. Substitutions taking place. البينية حلوة الآن، بدون تردد يستعيدها مجددا. هنا تغيير لعب بشكل جميل، وصلت إليه، يا له فرصة الآن، والكرة في المرمى. يا إلهي، روعة روعة روعة، تمهل تأني في الكرة وبعد ذلك أجمل نهاية. عمل جماعي كان جيد هنا، إيجاد مساحة، تمرير الكرة في المكان المناسب، أيضا التواجد في هذا المركز ساعد على التسجيل. تغييرات عديدة الآن، أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. 6 added minutes has been indicated. رمية جانبية إذن، في المكان الصحيح، رائع جدا في توقع مسار الكرة. يلعبها لمنطقة الخطر،
يحولها للجهة اليسرى، قد تكون هذه فرصتهم. يلعب كرة إلى الأمام، انتهت المباراة. القوة الجوية خاض معركة اليوم وليس مجرد مباراة عادية، مواجهة مثيرة وممتعة بدون شك. الفوز اليوم له طعم آخر. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد